السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. درس النهارده هيكون مختلف شوية عن الدروس اللي فاتت. هنتكلم النهارده عن ال 3 دي كورسر. ال 3 دي كورسر ده موجود في برنامج بلندر، يعني اعتقد ان انا ما شفتوش في برامج كتير، ما شفتوش اصلا يعني بصراحة في برامج تانية. بس هنا ده بيديك امكانية جميلة جدا انك بتستخدمه كأنه بيفوت او اوريجن. تعال الاول نعرف يعني ايه بيفوت او اوريجن. خليني ادوس على التول ديت وتعال نشوف كده. دلوقتي لو انا بصيت كده على الاوبجكت ده هلاقي جواه نقطه لونها برتقاني كده. النقطه دي اسمها الاوريجن. لما انا بدوس على الروتيشن، بعمل روتيشن، بتعمل روتيشن على اساسها ان انا حتى لو قفلت الروتيشن مثلا على الواي مثلا، بتلف على اساس ايه؟ بتلف على اساس الاوريجن، صح كده؟ بتلف من النص. طيب انا دلوقتي اقدر ان انا ما استخدمش الاوريجن واستخدم حاجه تانية يعني تتحرك على اساسها. يعني كل الترانسفورميشن تتحرك على اساسها، زي السكيل مثلا. السكيل برضو تستخدم الاوريجن، صح؟ طيب من هنا انا اقدر لو دوست على الزرار ده كده اقول له من هنا انا عايزك تستخدم لي ال 3 دي كورسر بالشكل ده. بص في ساعتها البيفوت بقت فين. بص لو انا عملت كده رجعت تاني، لو عملت كده رجعت تاني. بص هو انا بستخدم ده كده، هو خلاص هو مش هيتحرك من مكانه، صح كده؟ طيب خليني اعمل كنترول زد بالشكل ده. انا بقى ممكن استخدمه في حاجه تانية. ممكن افتح ادوس روتيشن واقوم جاي دايس على حرف الواي وابدا احرك الاوبجكت بتاعي بالشكل ده. خليني بقى اقول له هنا باوندنج بوكس سنتر. بص هو هنا باوندنج بوكس سنتر دي اللي هو الاورجن يعني. طبعا انا كنت مستخدم 3 دي كورسر. هنا في انديفيدوال اورجن، الاورجن بتاعه نفسه حتى لو كان في موجود فين. الميديم بوينت طبعا هنا باوندنج بوكس سنتر دي افضل طبعا، فبنخليها كده زي ما هي. طب ايه لازمه الاورجن تاني؟ لازمه الاورجن انك لما تنزل اي اوبجكت بينزل عليه. بمعنى دلوقتي انا عايز احرك الاورجن من مكانه، بتدوس شيفت كليك يمين نزل هنا. طبعا انا مش عارف هو راح فين، اهو نزل هنا. تمام. الميزه اللي فيه ان هو بيسناب، يعني لو عملت كده شيفت كليك يمين بص هيلزق على طول فين؟ على الفيس ده. خلاص شيفت كليك يمين هيلزق على البوينت بالشكل ده. طيب خليني مثلا ادوس شيفت كليك يمين بالشكل ده كده واقول له شيفت ايه عشان انزل اوبجكت. طبعا هنتكلم عن الاوبجكت طبعا، ولكن بص كده الكيوب نزل فين؟ نزل هنا. يعني معنى كده ان انا اللي عايز انزل هنا مثلا سفير على الوش ده، اقوم جاي اعمل ايه؟ اقوم جاي رايح من هنا شيفت كليك يمين نزلت هنا، بعد كده اقوم جاي شيفت ايه اقوم جاي منزل هنا يو في سفير. اذا بستخدمه في ان انا انزل اوبجكت في مكان تاني. طيب ده برضو ليه استخدام قوي جدا. انا معايا مثلا انفايرمنت كبيره قوي، معايا انفايرمنت كبيره، كل شويه هنزل اوبجكت وبعد كده اسحبه. يعني ولا افترض مثلا ان انا مسكت الاوبجكت ده حطيته هناك كده بالشكل ده، مثلا زي مثلا انا عامل مدينه. كل ما هاجي مثلا دلوقتي انا مثلا شغال في المدينه دي كده، تمام. افترض مثلا تعالى بس خلينا نعمل حاجه كده. خليني اروح على النافيجيشن، خليني اقول له هنا ديبس سيف بالشكل ده كده. مثلا دلوقتي شغال وبتاعه كده، ف طبعا هي بعيد جدا. انا عايز انزل دلوقتي ايه؟ ولنفترض مثلا عايز انزل كون. بص الكون راح فين؟ راح بعيد قوي. لا يا عم هات لي ده كده، شيفت كليك يمين شيفت ايه، بعد كده انزل الكون هينزل هنا. طب تعال شوف الفرق ده كده. هقعد ادور عليه انا فين بقى. طيب كده هو راح مني، انا مش عارف هو موجود فين. خليني امسح دول، خليني امسح دول، خليني امسح الاثنين كيوب دول كمان. طبعا مش عارف ال 3 دي كورسر فين. انا ممكن اعمل كده وانزله هنا عادي، بس مش دي احسن حاجه. خلينا ندوس شيفت حرف الاس، ودي السنابنج تول. ودي بتعتمد اعتماد انك بتجيب اوبجكت عند اوبجكت، بتجيب يعني بتحط واحد عند التاني. تمام، يعني بتخلي اوبجكت يمسك في اوبجكت تاني. بمعنى هنا هقول له كورزر تو وورلد اوريجن، لو دوست كده هيتسنتر. يعني انا عملت كده شيفت اس هقول له كورزر تو وورلد اوريجن هينزل في النص كده. خلاص انا كده جبته في مكانه. طيب خليني اقول له مثلا شيفت ايه انزل كيوب احركه في المكان ده، وانا عايز الكيوب ده يجي هنا، فاقول له شيفت حرف الاس واقول له سيلكشن تو كورزر. فين هي؟ سيلكشن تو كورزر بالشكل ده، راحت على الكورزر. تمام. طيب خليني مثلا اعمل كده واقول له شيفت اس اقول له هنا كورزر تو سيلكتد بالشكل ده. الكورزر راح فين؟ راح هنا. تمام.
طيب انا بص، هي تفصيله صغيره يعني في الايديت بولي، ولكن خليني برضو اعمل لك حاجه بسيطه. لو انا عايز اوبجكت مثلا، يعني لو عايز مثلا اعمل حاجه زي كده، هقول له هنا كورزر تو سيلكتد فيس، حطيته هنا، واقدر من هنا انزل عليه طبعا اقدر من هنا انزل عليه اوبجكت تاني بالشكل ده. مثلا هنزل كون، الكون نزل بالظبط هنا بالشكل ده. طبعا دي تفاصيل كتير، طبعا لما نيجي نتكلم عن الاوبجكت وعن تفاصيله وعن الايديت بولي وعن الحاجات دي كلها هتفهم قصدي وهتفهم انا عملت ايه. ده كده لازمه ال 3 دي كورسور. طبعا انت تقدر تستخدمه في حاجات كتير، سيلكتد تو اكتف، مثلا كورسور تو اكتف، كورسور تو سيلكتد، وهكذا. تمام. فانا طبعا هنا اقول له كورسور تو وورلد اورجن، لان دي مهمه جدا انك بتنزل اي اوبجكت عليه، فدي مهمه قوي. طيب ده كده الدرس، درس ال 3 دي كورسور انتهى. اشوفكم على خير ان شاء الله الدرس اللي جاي. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.